معلش معلش تاني من الاول. اسم حضرتك؟ احمد علي شومان، ضابط بالقوات المسلحه سلاحي مشير. حضرتك ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل ايه؟ يعني ايه اللي خلاك عملت اللي عملته؟ تاني حسيت ان هنا الميدان الحقيقي. بس. طب وكان رد فعل زملائك ايه، او يعني قالوا ايه؟ في ناس كتير من زمايلي مقيداني، ناس كتير بس مستنيه تتجرأ، في ناس موجوده في الميدان مستنيه الاشاره. يعني ان شاء الله نحاول ننسق بيننا وبين بعض وننسق بيننا وبين الشباب، وان شاء الله نشوف يعني انسب اسلوب لدعم الشباب. في بدايه الثوره يوم 25 يناير وانتوا في الجيش هناك، كان ايه شعوركم تجاه الناس الموجوده هنا؟ شعور بان هم مثلا بيخربوا البلد، ولا شعور ايه بالظبط؟ لا الناس خالص. اللي قاعده جوه الجيش خالص. اولا المظاهرات مش وليده 25 يناير، المظاهرات بقى لها فتره ومصر بتمر حاله حراك سياسي زي ما هم بيتكلموا عنه يعني. المظاهرات حاجه صحيه جدا، كنت اتمنى في يوم من الايام انها تتحول لثوره وعشت وشفت اليوم. كنت تتوقع قبل يوم 25 يناير ان يحصل حاجه زي دي قريب في مصر؟ ما كانش حد في مصر يتوقع ان الشعب المصري لسه بينبض كل هذا النبض. يعني طب تعليقك على البيان رقم 2 اللي طلع دلوقتي ايه؟ لا تعليق. الناس عايزه تجهد الثوره. انا بكلم الناس كلها دلوقتي، لو كان مسموح لي ان انا اكلمهم. دي ثوره حقيقيه من رحم الشعب، دي ثوره حقيقيه استغلوها عشان انتوا قلتوا عيش وحريه وعداله اجتماعيه، وانا بضيف عليها جيش قوي ودوله قويه. لازم الكلام ده يبقى موجود، ومش هيبقى موجود الا لو الثوره دي استمرت. لو النظام نجح ان هو يقنع الثوره دي، مصر لن تقوم لها قائمه على الاقل في اجيالنا، مش هنشوفها تاني. التلفزيون المصري ويعني تغطيته للاحداث. التلفزيون المصري فيه ناس شرف، في ناس شرفاء، مش عايز اضرب امثله، في واحد زي محمود سعد راجل محترم، في ناس كتير محترمين، وفي ناس بص ميخائيل جورباتشوف اللي هو كان رئيس الاتحاد السوفيتي لما سالوه عن اسباب سقوط الاتحاد السوفيتي قال النفاق والمداهنه، عندما يكذب الجميع على الجميع، عندما يتهرب بعض الناس من القانون. الكلام ده موجود في مصر ومستشري، النفاق والمداهنه وكلنا شايفينه. انا بناشد التلفزيون المصري ان هو ينقل نبض الشارع بجد، يجي هنا ويشوف ويتكلم مع الناس. انا لحد دلوقتي ما شفتش حد من التلفزيون المصري، الناس كلها بتتكلم معانا الا التلفزيون المصري. ليه؟ طيب التعليق بتاعك على ان احنا بناخد وجبات من كنتاكي، وان كل اللي هنا دول اخوان مسلمين، وان الشعب كله مع الريس. انا بص، انا مع احترامي لكل الاطياف، ما حدش عمل حاجه الفتره اللي فاتت، اللي عمل حاجه الشباب دول. تمام خلاص ماشي يا استاذ، ربنا يبارك لك، الف شكر.